السلام عليكم، كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. يلا كلكم فوتوا صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. اليوم في عنا هنعمل مصلى. هذا افخم واحلى هديه اجتنا من المغرب من اختنا مباركه. هنا ان شاء الله باذن الله بدنا نعمل مصلى. هذا هيك كله هيك من هان لهناك، هيك حيصير هان ان شاء الله مكان المصلى باذن الله. من مدينه خريبكه، حبيبه قلبي، احلى تحيه لمدينه خريبكه، الأهل الكرم والجود، يسعدكم ويعطيكم. اليوم بحمد الله إن شاء الله بدينا الشغل في مشروع مصلى في مخيم العلم، وهذا شيء أساسي وضروري. إحنا لنا هنا أكثر من سنة في المكان هذا على شط البحر، ما نسمعش صوت الأذان أساسا. وهذا إن شاء الله راح يكون يعني إنه الناس تجمع للناس، التقاء للناس، الناس شو تعرف بعد في تراحم بينهم ورحمه ان شاء الله رب العالمين. واليوم ان شاء الله بعون الشباب هي من هناك قاعدين يشتغلوا، في شباب يشتغلوا في الناحيه هذه، وان شاء الله ربنا هيك يسهل الامور معنا وتطلع شيء ان شاء الله يتقرب به الى الله. وبارك الله في كل الاخوه المتبرعين. حبيبه قلبي الله يخليكي، ميزان حسنات المتبرع ان شاء الله. هي زي ما انتم شايفين هنا هنعمل المصلى باذن الله وبعون الله. ولقدام يا عمر ان شاء الله كمان هنعمل مصلى للنساء، مرفق للنساء. هذا مش في صحيح، في نقطه كمان مهمه، هذا مش حيكون مصلى بس للصلاه، المكان مش حيكون بس للصلاه، راح يكون كمان مركز تحفيظ قران لاطفال المخيم، ونفس الوقت كمان انه راح يكون في مدرسه لتعليم الاطفال ان شاء الله رب العالمين. وهنعمل كمان زي ما انا حكيت لقدام مرفق، في ندوات وفي لقاءات واجتماعات، وفي المخطط ان شاء الله نتوسع ونعمل مصلى للنساء ان شاء الله. بما انه يعني الله يعلم احنا امتى مروحين، ممكن نقضي رمضان هان حيكون عن طريق المصلى هذا تراويح وصلاه، ويعني وان شاء الله باذن الله بعون الله بنقدر نعمل كمان جنبه مصلى للنساء. بالعافيه وصلنا. عمر احنا وين رايحين؟ جيت احنا دخلنا البلد، طبعا زحمه كانت في الطريق قبل ما وصلنا البلد، ولقيت زحمه البلد والحمد لله رب العالمين. في مطبعه هنا بدنا نطبع اسم المصلى ان شاء الله، ويكون يعني ناخذ ان شاء الله على هو الامكانيات المتاحه في الوقت الحالي في البلد ان شاء الله. شوفوا الزحمه اللي بيحكي عليها عمر. هنروح على المطبعه عشان نعمل يافطه. الناوي من المغرب. نكتب مصلى تحت مركز تحفيظ. بدنا لا غير مصلى مبارك نروح على الجيت ايش نجيب الشوادر بعد ما عملنا جهزنا لليافطه. نجيب الشوادر صح؟ اسأل انت ان شاء الله. 6 شوادر يا حاج. 7 شوادر. 7 شوادر. عمر انهلك وهو حامل الشوادر، دستة شوادر حامل عمر. يعطيك الصحة يا عمر. كان يوم تعب، يوم شاق. أبو أدهم جاب كل أولاد إخوته وقرايبه ولشباب المخيم، كله كان متطوع، مجهود رائع. بسم الله ما شاء الله. أنا قديش فرحانة سعيدة في هيك مبادرة رائعة قيمة جميلة فخمة، يعني هذه من أفخم وأنجح المبادرات اللي حتصير هنا عندنا في أرض المخيم، مخيم العلم. الشباب يفتحوا اللي هو الشوادر. هاي الشوادر جبنا من انظف انواع عشان ما يدلفوش خالص. لسه كمان افرد بالله يا ابو انس، افرد يا ماما. تفردهوش بدهم، خلي تفردهوش، بدهم يعملوا زي ما بدهم. الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا محمد. كبير، شايفين ما اكبر المصلى ما شاء الله. لسه كمان هاي ما شاء الله تبارك الرحمن. ان شاء الله بميزان حسناتكم يعطيكم حتى يرضيكم ويجبر خاطركم. هي احلى وافخم وافظع مبادره انعملت في مخيمنا، مخيم العلم. عمر وين الباب؟ هنا يا عمر هنا الباب. شايفين الكل فرحان، حتى الصغار الكل بيشارك قاعد. هلقيت بس احكي لنا ليش هذا الحفره كلها عملتوها؟ هذا عشان يشحن الشادر بتقعد تحت ونطم عليه عشان سيل الميه ما يخشش على المصلين. تمام، يعني وكمان بيكون امكن وبيقعد كله على بعض. كل فرحان. شايفين مبسوطين يا حلوين عشان بده يصير مصلى هان. يعطيك الصحة، كله قاعدين بيساهموا. واعتقع
كله بيشتغل كله بيشتغل كله يعطي العافيه. يعطيكم العافيه، يعطيكم الصحه، يعطيكم الصحه، يعطيكم العافيه. طريه اللي عارف الواضح. انت هي طريه، هي طريه. انا وعمر نجيب حصور للمصلى. حاولنا نجيب سجاد ما عرفناش، ما فيش جديد. جبنا حصور، حناخدنا واحده ثنتين، حنجيب كمان واحده. مش مشكله، مش نفس اللون صح؟ ان شاء الله احنا بالعافيه لقينا اصلا يعني. حنجيب ان شاء الله باذن الله نتوفق ونلاقي مصليات كمان. بعد ما جبنا الحصاير انا وبدهم جبنا المصليات. شوف طلعها الكبيره، السماعه الكبيره بعمل بركب لك مايك جديد معاها سلك طويل عشان اللي بده يعزل سلك وخلص. قاعدين بيعملوا في الباب. يعطيكم الصحه يا رب، عشان ما يجي كل شويه الصغار يفوتوا فيه بيعملوا له قاعدين زرفين تسكير وايد وكده. خير وين تصير تحفظ قرآن؟ هنا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حتى كمان عملوا باب، شايفين كيف؟ يعني افتحوا يا ادهم ورجيهم الباب. جبنا فرشنا الارضيه اللي هي كيف حالكم؟ فرشنا الارضيه الشوادر على اساس نغطي الرمل، وحطينا الحصر. السلام عليكم، يعطيكم العافيه، جمعه مباركه. ايش رايكم بهيك فكره عالميه؟ اهل المخيم من اول بدنا اياها، فكره رائعه صح؟ امانه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. لسه احنا ما خلصناش، اليوم هنصلي الجمعه باذن الله، هيصلي الجمعه فيه، وبكره باذن الله هيكون الافتتاح. جبنا كل سجاده لون، كل حصيره لون، لانه هي المتوفر بالسوق. يلا افردوا يا شباب، يلا عشان تلحقوا الصلاه، يلا سموا بالله. وهنعمل هنا جزامه كمان. طبعا الجزامه مهمه جدا في المصلى. عملنا الترتيبات هذه يوم الخميس. طب يلا تعالوا نصلي الجمعه. لأول مرة من يوم ما نزحنا صرنا سنة وشوية نسمع صوت الأذان في المصلى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي بتكفر عنا اللي هي شفاعة النبي، شفاعة النبي. أيوة هي الخير بلش يجي، النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيشفع لنا. جبنا كمان حصيرة احتياطي على أساس إنه لما يكون المصلى مليان يصلوا برا. بسم الله ما شاء الله، هي أول جمعة يرتفع فيها الأذان عندنا بالمخيم. هذا إشي يعني مش عارفة ايش أحكي. أنا عن نفسي فرحانة، حاسة كأنه ابني أدهم، فرح ابني أدهم، يعني مش عارفة، حاسة كتير فرحة مش طبيعية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا يسعني في هذا المقام بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إدارة المخيم ونازحي مخيم العلم إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى خير الناس أنفعهم للناس، الأخت مباركة الناوي التي قامت بالتبرع بهذا المصلى على أرض مخيم العلم في دير البلح، حيث أننا نقيم أول صلاة جمعة على هذا المقام في 10/1/2025. ونشكر عائلة أبو أدهم البيت الأخ الحبيب والعزيز على سرعة الاستجابة وسرعة التنفيذ. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اليوم افتتاح المصلى، فأصرينا يكون موجود فيه حلو. كلوا اشكر صح؟ يعطيكم الصحة وطول العمر. أخذت هذا زي الإضاءة كشاف منه طاقة شمسية، وحكى لي الرجال إنه كويس كتير. شوف بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع على ستونا ستات المخيم جايين فرحانين على المصلى. أهلا وسهلا. بالله ما شاء الله اليوم افتتاح المصلى. اليوم افتتاح، الكل مبسوط والكل موجود، كل أهل المخيم ومدعوين كمان برا، ناس برا المخيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد. الكل بسم الله ما شاء الله هان فرحان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا احلى انجاز واحلى هديه. المصلى هذا يا جماعه الخير من اختنا مباركه من المغرب.
حبت انها تعمل لاهل المخيم انه يرتفع فيه الاذان ويرتفع فيه الذكر ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله دائما بنكون فعالين معكم بالخير. يعني لما يكون ايدينا بايدين بعض ان شاء الله بصير احلى من هيك بكثير انجاز. لا يسعني الا ان اتشرف امامكم وافتخر بوجودنا في هذا المكان. فقد هذا المكان قبل 72 ساعه لم يكن مصلى، وانما تفاجأت بالاخ الحبيب ابو ادهم البيك وزوجة الوصون الاخت الفاضله من نفتخر بمعرفتها اختنا مدهم، فقالوا لنا بدنا نبني مسجد، بدنا نعمل مصلى. قلت لهم توكل على الله، قبل اسبوعين ثلاثه قالوا بدنا نعمل مصلى ونصلي الجمعه هذه. طبعا انا ما صدقتش. يقصد به شيئين، الشيء الاول هو الاعمار المادي، يعني اللي دفع، يعني اختنا مباركه من المغرب اللي دفعت هي عمرت مصلى، والاعمار ايضا يا احبه هو مقصود به اعمار المصلى من المصلين ومن الناس ومن البشر ومن الاطفال. التوزيعات لا تكون تضم الجميع، لذلك هي يعني مبادرات سريعه وخفيفه وخاطفه. فقد قامت عائله ابو ادهم البيك بعده مبادرات تم توزيعها بما يرضي الله، كل حسب ما يتناسب مع الاسر والمعايير. فوزعت اختنا مدهم البيك في هذا المكان 75 ترنج اطفال، اقل تكاليفه 10,000 شيكل، لدرجه انها عملت هذا المصلى. وهذا المصلى اللي انتم شايفينه في الوقت اللي احنا فيه مور اكسبنسيف، غالي جدا، يعني مبالغ عاليه. فاخونا ابو ادهم بدا الساعه 10 الصبح، اذان العشاء كان المصلى جاهز. ثاني يوم احضروا الحساير وبلشنا وصلينا المغرب الجمعه وبدانا باقي الصلوات. فرح بها. نترك الكلمه للاخ الحبيب والسند، صاحب العمر وصاحب المحنه وصاحب الحرب وصاحب العدوان، اخويا ابو ادهم اللي انا تشرفت معرفتي هان فيه في مخيم العلم، الاخ الحبيب عمر البيك ابو ادهم. تفضل على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول حاجه انا مش متحدث يعني ولا خطيب، اخوي ابو البراء افصح مني لسانا، ولكن طالما هو اعطاني الميكروفون فانا برضو حابب اشكركم جميعا، كل الحضور، كل اخواني اللي لبوا الدعوه ويجوا شرفونا اليوم هنا، اللي ساهموا في بناء المسجد وجعلوا حقيقه واقعه، بناء المصلى وجعلوا حقيقه واقعه على ارض الواقع. وانا بدي اخص بالذكر، اسمحوا لي وسامحوني، بدي اخص بالذكر اللي تعب اكثر واحد في جمع التبرعات وانشاء المسجد وسهر الليالي وتعب النهار كله طويل وكان بعيد عن بيت اولاده اللي هي السيده زوجتي مدهم، الله يعطيها العافيه. احنا الرجال في عندنا مشكله ان احنا ما بنحبش نعرف بالحقيقه. كل واحد فينا عنده زوجته نعمه من الله، وبيحمد ربنا على النعمه هذه، ولكن ما بيصارح زوجته بالحقيقه هذه، دائما بحملها جميله في الموضوع هذا. فلا انحى نعطي كل ذي حق حقه. الله يعطيك العافيه زوجتي، وتعبتي لحد ما اثمر المشروع هذا وراء النور ان شاء الله. احنا شكرنا موصول من هنا، من غزه، من بين البؤس، من المعاناه، من اوجاع الحرب، من الام التشرد، من كل شيء شفناه وعانيناه من ذل وخيبه وخوف وغلب ورعب. التحيه هذه بتطلع موصوله، تقطع بحار وانهار وجبال ووديان وبلدان لحد ما تصل الى المغرب، الى مدينه مراكش، الى مدينه خريبكه في المغرب. هناك موجوده السيده بارك الناوي من بيت طيب، من بيت نبيل، بيت سباق دائما وايدي نطاءه، الله يبارك لهم ويعطيهم ان شاء الله خير الدنيا والاخره. انا مش حابب اطول عليكم، وانا قلت لكم انا مش خطيب، ولكن انا بشكركم جميعا. وانا بالنسبه لي انا مش حابب حد يشكرني ولا حد ينزع لي الفضل، انا مجرد كنت وسيله انا وزوجتي لجعل لخدمه الناس، واحنا قدام الخير ان شاء الله، قدام اهل امكم ان شاء الله. وان نقدم شهادات الشكر والتقدير. تفضل. لمباركة الناوي وعائلتها من دولة المغرب، مباركة الناوي وعائلتها بيستلمها عنهم اخونا ابو ادهم. طب يحفظكم اعطيه صوره. ايوه امسكها معنا صوره. تفضل اختنا مدهم باستلام شهادة الشكر والتقدير. اخونا ادهم.
تفضل يا عمي. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. بنشكر اختنا ام مدهم واخونا ابو ادهم على مجهودهم الطيب دائما وابدا في كل جميع المخيمات، حتى خيرهم بصلنا في مخيم ارض ابو اسد، مش في المخيم هان بس. ابو ادهم وام ادهم مش في المخيم عندكم بس، مش حصري، لا بيجوا عنا على مخيم ارض ابو اسد، بيبسطوا الاولاد الصغار وبيعملوا مبادرات اسبوعيا. للامانه احنا ارض ابو اسد دائما بتطلع على اختنا ام ادهم، وشكرا لاخواننا في المغرب، وبارك الله فيكم، ونتمنى منكم انكم تعملوا لنا مصلى في ارض ابو اسد، وشكرا. السلام عليكم. ان شاء الله باذن الله. بدأنا نقدم الحلو والقهوة. العيلة جابرة الخواطر. والله عائلة جابرة الخواطر. والله لك مدهم. لا زالت هناك فقرة المديح يا احباب، اجلس مكانك. ملائكته يصلون على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأجمل منك لم ترى عين، وأطيب منك لم تلد النساء. قمر سيدنا النبي، قمر وجميل سيدنا النبي.
علي مسؤولة الإدارة. تفضلي أم علي. اهلا بك حبيبتي بادهم، صاحبه الوجه البشوش في المخيم. سميت العيله جابره الخواطر انها بتجبر بخاطر الكل صغير وكبير واللي مقمط في السرير. حبيبي يلا. الله يخليكي. اول شيء انا بشكر شعب المغرب، الشعب اللي كان دايما يعني واقف جنب شعبنا، الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا. بشكر الاخت ايش اقول لك اللي عملت معانا شيء كبير، مباركه الناوي. شكرا ليكي. انت حطيتي في المخيم تبعنا اشي بهجه، حطيتي فيه اشي الملائكه بتحفوا. المصلى هذا كلنا انبسطنا عليه، اشي مبارك، وان شاء الله ان شاء الله كله بميزان حسناتك ان شاء الله. والله يكرمك على قد ما انت ساعدتينا وعلى قد جمال المصلى هذا. وشكرا لك وشكرا لكل اهلنا. الحمد لله نعمة الله. يعني أنا عمر اليوم حاسة كأني مجوزة أدهم والله العظيم. اليوم عندنا احتفال كان على قدنا هنا في المخيم العلم في دير البلح، يعني في وسط البؤس والشقاء والمعاناة اللي بنعانيها. الموت اللي شغال عليه النهار نصبح مش عارفين حالنا رح بنمسي مش عارفين حالنا رح نصبح إلا غير برحمة الله. إن شاء الله رب العالمين. أختنا السيدة مباركة الناوي من المغرب الشقيق، المملكة المغربية الشقيقة نفتخر فيها وأهلها. إن شاء الله ربنا يعطيها خير الدنيا والآخرة يا رب بجد يا عمر والله العظيم. يمكن أقول لك فرحانة أكثر ما إني نفسي أشوف بيتي، إني شفت كان مصلى. أنا كنت عاني شديد المعاناة وأنا أروح أدور أصلي الجمعة، يعني أحيانا أضرب مسافات طويلة لمكان تجمع صلاة الجمعة. والحمد لله رب العالمين اليوم كان الامور مسهله معي. صليت جنب بيتي وناس كثير يعني برضه حكوا لي نفس القصه، كانوا برضه يعانوا نفس معاناتي يروحوا يدوروا على مكان للصلاه. اليوم المكان هذا توفر بجهد اختنا السيده مباركه، واحنا برضه بدنا ننساش الجهد الكبير اللي عملته اختنا السيده توريا النيه من المغرب اللي عايشه في ايرلندا. وان شاء الله يا ربنا يبارك لها في صحتها وفي عمرها وفي رزقها وفي ابنها ويمتعها بالعفو والعافيه في الدنيا والاخره ان شاء الله. وانت كمان نسيت تذكر نقطه مهمه، انه السيده مباركه توريا، السيده توريا بنتها، انها عائله واحده ومساهمين معنا بقوه والله بقوه. عائله كريمه، عائله اصحاب الايادي البيضاء المعطاءه، واللي بيعطي ربنا بيعطيه من فوق. صحيح. وربنا كريم. اذا انت طلعت في سبيل الله لو مقدار شيكل ولا درهم ولا دينار او دولار او يورو، فربنا سبحانه وتعالى يتقبل قبول حسن بضعفه، مش 10 مرات، 700 مره ضعف والاف الاضعاف ان شاء الله. الله يضاعف لمن يشاء بغير حساب باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله دائما تعجبكم فيديوهاتي، بكون عند حسن ظنكم، بكون قد الامانه، وبحكي لكم مع الف سلامه ودمتم في رضا الرحمن يا غاليين. اللهم صل على سيدنا محمد.